قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا خسق ومن شر النفاثات في العقد. قل أعوذ برب الفلق. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وكانوا نفر لا يتجاوزون 9، قرأها عليهم قالوا يا رسول الله إنما هو كلام أردنا أن نقطع به الطريق نتحدث نسولف نضحك نتسلى. فكان عليه الصلاة والسلام لا يجيبهم ولا يقبل منهم عذرا ولا يرد إليهم أمرا، وإنما كلما اعتذروا التفت إليهم وقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول بعض الصحابة فلقد رأيت بعض هؤلاء يأتي إلى خطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بخطام الناقة وقدماه تسحبان على الحصى وهو يقول يا رسول الله إنما أردنا أن نضحك ونقطع الطريق. والنبي عليه الصلاة والسلام يجبد خطام ناقته ويقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. وقوله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، قالوا الطائفة التي بين الله جل وعلا أنه إن نعفو عن طائفة الذين قد نعفو عنهم، قالوا هم بعضهم كان يستمع لكنه كان ساكتا. وأشد ما يقع من آفات اللسان أن يكون المرء ساخرا بشيء يتعلق بالدين والشريعة. ولذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم معركة تبوك وكانت معركة بعيدة وقد تعب الصحابة تعبا شديدا في سبيل الوصول إلى هناك وفي رجوعهم منه، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الطريق قال بعض المنافقين لبعض وهم يتحدثون قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون كعب بن مالك وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس الصحابة الذين برزوا في القرآن. قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعني وما وجدتم أحدا في الجيش كله والجيش فيه 30,000 ما وجدتم أحدا يعني تسخرون منه أو تلقون الطرائف حوله إلا القراء، إلا الناس اللي يتقدمون يصلون بكم، يعني ترضونهم لصلاتكم ثم إذا انتهت الصلاة سخرتم بهم. فوصلت هذه المعلومة في آيات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتلا عليهم الآيات قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتلو الآيات. يقول بعض الصحابة فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام انفضحوا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يقولون يا رسول الله يا رسول الله والله إنما أردنا أن نزجي الطريق، تعرف يا رسول الله الطريق من تبوك إلى المدينة بعيد ونحن متعبون والحر شديد ونحن على هذه الإبل وبعضنا يمشي على قدميه، أردنا نمشي الطريق نتحدث نبحث عن شيء نتسلى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي كان أحدهم يتمسك بخطام الناقة يتعلق والنبي عليه الصلاة والسلام يجذب الناقة منه يقول أرسلها يعني اتركها تمشي، وهو يتعلق بخطام الناقة يا رسول الله يا رسول الله، يقول حتى إن قدميه لتخطان في الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام يتلو عليه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك الحذر من أن يسخر الإنسان بإخوانه، والحذر أكثر من أن تكون السخرية هذه بشيء من شعائر الدين. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم على المتابعة. إذا أتممت هذا الفيديو فصل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى دعم القناة بزر لايك والاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو، ولا تنسى الصلاة على النبي في كومنت. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو،
ولا تنسى الصلاة على النبي في كومنت. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو، ولا تنسى الصلاة على النبي في كومنت.